السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الاعزاء، موضوعنا اليوم عن التشكيلة النهائية اللي ممكن تمشي لكأس العالم، وعن استعدادات النخبة الوطنية اللي من المنتظر التحاق اللاعبين مركز محمد السادس لكرة قدم بداية من يوم غد، وذلك استعدادا للدخول في معسكر إعدادي قبل شد الرحال صوب قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم والمقررة ما بين 20 نوفمبر الجاري و 18 دجنبر المقبل. وسيتواصل توافد بقية اللاعبين التي وجهت لهم الدعوة من قبل الناخب الوطني وليد الركراكي للتواجد في العرس المونديالي يوم الاثنين والثلاثاء، علما أن النخبة الوطنية ستشد الرحال بعد ذلك إلى الإمارات لخوض مباراة ودية قبل الدخول لغمار المنافسات المونديالية. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الجورجي وديا بالإمارات يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم. أما بالنسبة للتشكيلة النهائية واللي ظهرت المعالم ديالها، و90% من هاد اللاعبين اللي غنعرضوا عليكم اليوم حجزوا مكانهم في التشكيله النهائيه. وغادي نبداو بحراسه المرمى، فكتضم ثلاثه الحراس وهم ياسين بونو لاعب اشبيليه اسباني، ومنير المحمدي لاعب نادي الوحده السعودي، ورضا التقناوتي لاعب الوداد البيضاوي. اما بالنسبه للدفاع فهناك نايف أجرد لاعب ويست هام الإنجليزي، ورومان سيس لاعب بشكتاش تركي، وسامي ماي لاعب فيرينغ فاروش المجري، وأشرف داري لاعب بريست الفرنسي اللي بدات تظهر شكوك حول تواجده. أما في الجهة اليمنى فهناك تواجد ظهير واحد فقط اللي هو أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. أما في الظهير الأيسر فهناك نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وعطية الله لاعب الوداد البيضاوي. اما في خط الوسط الدفاعي فهناك تواجد سفيان مرابط لاعب فيورنتينا الايطالي واللي تصاب مؤخرا اصابه على مستوى الظهر، واللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل والرجوع بسرعه للميادين، لان صراحه وليد الركراكي لم يجد دوبلور لسفيان مرابط في هذا الموقع. ومع تراجع مستوى يحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي اللي تا هو غادي يكون متواجد ضمن اللائحه، واللي ممكن يعوضوا لاعب ديمير سبورت تركي يونس بالهندا، فكان على الناخب الوطني وليد الركراكي يبحث على لاعب خط وسط كلاسيكي اللي يقدر يقوم بالمهمه اللي تيقوم بها سفيان مرابط. اما بالنسبه لخط الوسط الهجومي فهناك مجموعه من اللاعبين من بينهم عز الدين أناحي لاعب أونجي الفرنسي، وأملاح لاعب ستاندارد لياج بلجيكي، وعبد الحميد صابري لاعب سامدوريا الإيطالي، وأمين حريت لاعب مارسيليا الفرنسي، وإليا الشاعر لاعب بارك رينجرز الإنجليزي. أما المفاجأة اللي ممكن تكون هي منادة وليد الركراكي على اللاعب جينيك البلجيكي بلال الخنوس. صراحة اللاعب كيتمتع بإمكانات عالية ويقدر يعطي إضافة لخط الوسط الهجومي مع تواصل الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين. أما بالنسبة للجهة اليسرى من الشق الهجومي فكتضم ثلاثة لاعبين وهم زياش لاعب تشيلسي إنجليزي، وزكريا بوخلال لاعب تولوز فرنسي، والمغضوب عليه من طرف الجمهور المغربي منير الحدادي لاعب خطافي الإسباني. أما الجهة اليمنى فكتضم لاعبين فقط وهما سفيان بوفال لاعب إنجيل فرنسي، وعبد الصمد زلزولي لاعب أوساسونا الإسباني. أما بالنسبة لرؤوس الحربة أو المهاجمين فهناك 5 لاعبين موضوعين في اللائحة وهم عبد الرزاق حمد الله ويوسف النصيري وريان ماي وأيوب الكعبي، ولكن الناخب الوطني قرر يستدعي 3 فقط من المهاجمين 5. أما اللاعبين الثلاث اللي من الممكن أن يتواجدوا في اللائحة النهائية هم ريان ماي لاعب فيرنتس فاروشي المجري، ويوسف النصيري لاعب إشبيليا الإسباني، وشديرة لاعب باري الإيطالي. صراحة لن يكون إجماع من طرف الجمهور المغربي على التشكيلة، ولكن الله غالب هادو هما اللاعبين الجيدين في المنتخب المغربي. لربما اللاعب الوحيد اللي ممكن يكون عليه إجماع من طرف الجمهور المغربي واللي كيتمناوه ما يكونش في التشكيلة الرسمية وهو منير الحدادي، اللي صراحة اللاعب لم يعطي أي إضافة منذ المجيء ديالو للمنتخب المغربي. على كل حال كنتمناو المنتخب الوطني المغربي التألق في المونديال القطري والظهور بوجه مشرف، ولما لا الوصول لأبعد نقطة. هذا كل ما لدينا اليوم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.